طقاقة نورة أو عرس الجن، وبقول لكم أشياء ما سمعتوا عنها وراح تسمعونها مني أنا أول مرة. بيني وبينكم ما كنت أبي أسوي هذا الفيديو، لكن من بعد ما شفت حلقة اليوم يعني في أحد المسلسلات الرمضانية قلت أنا أبي أتكلم، زائد أن في كثير من الناس قالوا لي عزيز ليش ما تتكلم عن هذا الموضوع، وغيرك من أصحاب المحتوى اللي يعني أنا مشابه لهم، يعني أنا ما تكلمت وهم تكلموا. سمعوا اللي أنا بقول لكم إياه والشيء اللي أنتم ما تعرفونه عن الموضوع، قصة الطقاقة نورة. الموضوع هذا ما هو غريب علي وسامعه 1000 مليون مرة، وبصراحة أنا حطيت حق نفسي عدة أسئلة. السؤال الأول، ليش دائما يرتبط موضوع الجن عند الخليجيين بأصحاب البشرة السمراء؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، ليش مواضيع عروس الجن كل ما لها تخف مع مرور الزمن، خصوصا مع ظهور الكاميرات وتطورها؟ اليوم الكاميرا بإيدنا، ما قمنا نشوف لينانوا، بس أيام قبل ما كان في كاميرات بإيدنا فكنا نسمع عنها 24 ساعة. السؤال الثالث، ليش هالمواضيع ما تطلع إلا عند اللي يؤمنون؟ وخلنا أكون صريح وأكون مباشر أكثر، الملحدين ما يطلع لهم الموضوع، بس عندنا. هذه الثلاث أسئلة إذا عرفتوا تجاوبون عليها راح تتأكدون أن كل الكلام اللي أنتم سمعتوه أو تسمعونه خرابيط. أدري الكلام ما راح يعجبكم، لأن أنا دائما أقول كلمة، البني آدم ما يبي يصدق الحق، لا يبي يصدق الشيء اللي هو يبي يصدقه. والكذبة اللي كانت تنقال يعني أيام قبل بالسبعينات على أساس أنه يمشون مبيعات الصحافة والقصص والتأليف، اليوم ما صار تتوكل عيش، بس في ناس تصدق هالسوالف. ليش؟ لأن أهلي قالوا لي أو جماعتي مصدقة. جاوب على 3 أسئلة وارد عليك بالكومنتات.